السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم وعلى أمة الإسلام يا رب. ربنا يبلغنا رمضان، آمين يا رب العالمين. جايه لكم النهارده بفيديو جديد، وهنعمل مع بعض أحلى مربى جزر هتاكليها معايا. شوفي كده الطريقة دي هتعجبك قوي، سهلة وبسيطة خالص على فكرة. احنا بنحبها، انا بعملها كل سنة قبل رمضان كده عشان بنحبها على السحور وبناكلها، وخفيفة مش مسكرة قوي ولا دسمة. كل سنة وانتم طيبين. ونبتدي مع بعض كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وتشوفي الطريقة دي هتعجبك قوي. انا جبت 4 كيلو من الجزر. بصي معايا كده حبيبتي، لو ما كنتيش مشتركة معايا في القناة يا ريت تشتركي معايا عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. ولو مش حاطالي لايك حطي لايك جميل كده زيك. كل سنة وانتم طيبين. هنجرب مع بعض كده، هي سهلة وبسيطة خالص. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. خلاص رمضان، خلاص الاسبوع الجاي. انا عارفة ان انتوا بتعملوا كل حاجة حلوة، وانا باخد افكار منكم برضه، ناخد افكار من بعض. كل سنة وانتم طيبين. الجزر ده انا غسلته وهرجع اغسله تاني بالمقشرة كده، بقشره على طول. هو نضيف عقبال ما اقشره كله ان شاء الله كده. هرجع لكم تاني. ورجعت تاني بعد ما قطعت كميه الجزر كلها، واحط اضيف الميه. دي كميه الميه اللي انا حطيتها، دول 4 كيلو من الجزر. خليكي معايا كده خطوه بخطوه، عشان في بقى تركه كده جايز ما تكونش حد بيعملها. في السكر، ده كيلو من السكر. ده كيلو من السكر. معاكي تاني قلب اختك. بصي بقى، انا كده هي اتغلغلت مع نفسها كده في الخلاط اهي كده. بصوا كده، انا صراحه ما بحبش استعملها في الهاند بلندر، انا بستسهل على طول وبعملها في الخلاط. شوفي بقى التركه اللي جايه دي. بصي هنا هي كده خلصت وانا كلها ضربتها في الخلاط. بصي بقى التركه دي هنحط عليها نص ليمونه. تمام، هنحط عليها نص ليمونه، وهضيف عليها 2 فانيليا. هديها نص غلوه بس على النار. على فكره انا عملتها سيمبل كده النهارده، مش مسكره قوي، علشان في حد غالي قوي 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 على قلبي، ربنا يجعله نصيب فيها ياكل منها ان شاء الله. عاملاها بردك علشانه، عشان بردك ايه، بحب هذه حبايب قلبي وصحابي والناس العزيزه عليا قوي. كل سنه وانتم طيبين. ولما كنتيش مشتركه معايا في القناه يا ريت تشتركي معايا، واللايك الجميل اللي بيسعد قلبي، وتقولي لي تعليقاتكم وكلامكم الجميل. في اي تعليق مش عاجبكم او اي حاجه قولي لي بردك عليه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.